استضاف مركب ودليل عشية اليوم مباراة العودة بين المنتخب الوطني التونسي السيدات ونظيره البوركيني. مباراة تندرج في إطار التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم السيدات بالكامرون. مباراة الذهاب بالعاصمة البوركينية وغادوغو كانت انتهت بنتيجة التعادل السلبي 0-0. منذ انطلاق المباراة بانت النوايا الهجومية لبنات المدرب مراد باشا، وهو ما ترجمته أولى فرص اللقاء في الثواني العشرة الأولى. سيطرت زميلات شيماء العباسي تواصلت على كاميرا دهات الشوط الأول، الشيء اللي مكن التونسيات من خلق الكثير من الفرص خاصة عن طريق الكرات الثابتة. لكن التسرع أمام المرمى إلى جانب التحكيم الغريب للحكمة السودانية ومساعدتيها كانت كلها عوامل أضفت إلى العقم الهجومي لكلا الفريقين. مع انطلاق الشوط الثاني وبالتحديد بعد مرور 7 دقائق مكن منتخبنا الوطني التونسي من استغلال هفوة في محور الدفاع ومغالطة الحارسة البوركينية عن طريق اللاعبة صابرين ماماي. بعد افتتاح النتيجة حاول المنتخب البوركيني المجازفة في الهجوم، الشيء اللي مكن المنتخب التونسي من مساحات في الدفاع كادت تستغلها زميلات ماري محويج. توالت الكرات الثابتة، لكن في كل مرة الحظ وقف مع الحارسة البوركينية ومنع منتخبنا من قتل المباراة وحسم ورقة الترشح. كوتشينج ناجح من الممرن مراد باشا اللي يقحم اللاعبة إيمان مشارة في ثاني كرة تلمسها تمضي على الهدف الثاني قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي. مقابل 0 تنهي الحكمة السودانية المباراة وتؤكد على ترشح فتيات منتخبنا الوطني التونسي إلى الدور القادم الذي سيضع تونس في مواجهة مباشرة مع المنتخب الغاني ذهابا وإيابا كآخر خطوة للترشح لكان الكاميرون 2016.